السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيكس سبور لآخر أخبار المنتخب المغربي. قبل البداية اشترك في القناة واترك إعجاب لنستمر إن شاء الله بتقديم المزيد، ولتتوصل أنت الآخر بجديدنا دوما أول بأول. لن نطيل عليكم، هيا بنا إلى تفاصيل هذا الفيديو. تجددت المطالب من الجماهير المغربية للناخب الوطني وليد الركراكي لاستدعاء النجم عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد السعودي بعدما بصم على أداء مميز خلال المباريات الأخيرة. وارتفعت الأصوات مرة أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي داعية الركراكي لإعطاء حمد الله فرصة ثانية لإثبات نفسه داخل المنتخب بعدما خيب أمال المغاربة خلال فعاليات كأس العالم التي نظمت بقطر، والتي عرفت تألق منتخب المغرب في سابقة جعلت منهم رابع العالم. ويزكي هذه المطالب واقع غياب النجاح التهديفية لدى المنتخب المغربي في ظل مستوى غير مستقر ليوسف النصيري، وكذا محدودية البدائل على مستوى خط الهجوم، بالإضافة إلى شبه الاقتناع التام بأن حمد الله لم يحصل خلال المونديال على الزمن الكافي للاندماج وإثبات الذات. وتألق حمد الله بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة لفريقه، حيث أنه نجح في هز الشباك للعديد من المرات. يذكر أن عبد الرزاق حمد الله احتل المركز الثاني في قائمة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كأكثر الأفارقة تسجيلا للأهداف في القرن 21 برصيد 229 هدف. انضم اسماعيل السيباري لاعب ايندهوفن الهولندي لقائمة المهددين بالغياب عن المعسكر القادم للمنتخب المقرر إجراؤه شهر مارس القادم. وتعرض الدولي المغربي لإصابة غادر على إثرها الملعب في حدود الدقيقة 83 في مواجهة فريقه أمام بيوروسيا دورتموند لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المرتقب أن يخضع السيباري لفحوصات طبية دقيقة من أجل تحديد نوعية الإصابة والكشف عن المدة التي سيغيبها اللاعب عن الملعب. وقد يعرف المعسكر المقبل للمنتخب المغربي غياب بعض الأسماء الأخرى، من بينها حكيم زياش لاعب نادي غارة سراي، وكذا نصير المزراوي الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ والذي يلعب في المنتخب كظهير أيسر. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الأنغولي يوم الجمعة 22 مارس 2024 بالملعب الكبير بأكادير، على أن يواجه في المباراة الثانية نظيره الموريتاني على نفس الملعب يوم 26 مارس 2024. عاد نجم نادي فياريال الإسباني إلياس أخوماش ليتحدث عن اختياره تمثيل المغرب بدل إسبانيا التي نشأ وترعرع فيها، بعدما تمت دعوته لصفوف المنتخب المغربي تحت 23 عام خلال شهر نوفمبر خلال مواجهة أسود الأطلس لنظيره المنتخب الدنماركي والولايات المتحدة الأمريكية في مدينة مورسيا الإسبانية. وفي تصريحات حصرية للاعب أكد أن هذا القرار قد اتخذه بترك اللعب لمنتخب إسبانيا وتفضيل المنتخب المغربي، قائلا: كنت لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الإسباني، أود أن أعبر عن امتناني لكل شيء قدموه لي، كان علي اتخاذ قرار واحترموه في نهاية المطاف. وتابع: منذ اللحظة الأولى التي التحقت فيها بالمنتخب الأولمبي المدرب عصام الشرعي جعلني أشعر بأهميتي، فهو يعرفني ويعرف صفتي، في أي مركز لعبت معه سأحاول تقديم الأفضل. أعتقد بأن وليد الركراكي مدرب قريب جدا من لاعبيه، والأمر يظهر بوضوح، والنتائج التي سبق له وحققها مع المنتخب المغربي ليست بالصدفة. تصدر الإشارة إلى أن اللاعب إلياس أخوماش يرتبط مع فريقه إلى غاية 2026 يونيو، وتبلغ قيمته السوقية
التسويقية حسب موقع ترانسفور ماركت 3 ملايين يورو، ويعتبر من المواهب التي كانت قد فضلت في الآونة الأخيرة ترك منتخب إسبانيا والعودة للمنتخب المغربي بعدما فتح معه مسؤولو الجامعة الملكية لكرة القدم جسور التواصل. وتعالت الأصوات مطالبة بمنح اللاعب الفرصة من أجل الانضمام لصفوف المنتخب لكي يكون في الفترة المقبلة خليفة اللاعب حكيم زياش نجم غالاتا سراي التركي الذي بات يتعرض للإصابات المتكررة مؤخرا. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه سيفقد جهود مدافعه المغربي نصير مزراوي لبعض الوقت بعد تعرضه لتمزق عضلي على مستوى الفخذ الأيسر، وسيغيب المزراوي عن المباريات المقبلة للفريق البافاري محليا وقاريا جراء الإصابة التي تعرض لها في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة بيلد الألمانية أن نصير سيغيب عن الفريق البايرن لمدة 3 أسابيع تقريبا. وكان النصير قد خرج مصابا بعد مرور نصف ساعة فقط من المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام مضيفه بوخوم بثلاثية لهدفين الأحد الماضي في إطار لقاءات الدوري الألماني. وينتظر أن يغيب مزراوي عن المعسكر المقبل للمنتخب المغربي جراء الإصابة المذكورة، ما يعني أن الناخب الوطني وليد الركراكي مطالب بإيجاد البدائل التي بإمكانها أن تقدم الإضافة المرجوة، حيث من المتوقع أن تتم المنادات على محمد الشيبي ويحيى عطية الله مع إمكانية تواجد لاعبين جدد. عاد زكريا أبو خلال المهاجم المحترف في صفوف فريق طولوز الفرنسي إلى أجواء التدريب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وهو ما سيشكل خبر صار لوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي. وفي هذا السياق نشر الفريق الفرنسي يوم الثلاثاء فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس يظهر عودة أبو خلال إلى التدريب بعد غيابه الذي دام منذ 21 من شهر شتنبر الماضي. ومن المرتقب أن ينخرط أبو خلال في التدريب الجماعية لفريق طولوز بعدما أنهى مرحلة التأهيل الفردي. وخضع أبو خلال لعملية جراحية في لندن بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة في المواجهة التي جمعت فريقه أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024. وغاب أبو خلال عن اللائحة التي اختارها وليد الركراكي للمشاركة في كأس أفريقيا، ومن المنتظر أن يعود للائحة الأسود في الفترة المقبلة. ويستعد وليد الركراكي للإعلان عن اللائحة المستدعاة لخوض وديتي أنغولا وموريتانيا بين 22 و26 مارس القادم استعدادا للاستحقاقات المقبلة التي تبقى أبرزها المؤهلة إلى كأس العالم 2026. أصبح الكثير من الغموض يلف مستقبل المغربي أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، حيث ذكر حساب سبورت زون أن نجم أسود الأطلس يريد الرحيل عن فريقه الصيف المقبل رغم أن عقده سينتهي في يونيو 2026. أشار الحساب إلى أن ريال مدريد ومانشستر سيتي مهتمان بخدمات أشرف حكيمي، فيما ربطت تقارير أخرى بين قرب انتقال صديقه كيليان مبابي إلى النادي الملكي وتفكير الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان في العودة إلى الميرينغي. وانضم أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان من انتر ميلان في صيف 2021، ونجح منذ ذلك الوقت في توقيع 13 هدف ومنح 17 هدف، مساهما ب30 هدف في مجموع 105 مباريات بالرغم من أنه مدافع. قال مسؤول بارز في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص قرار براهيم دياز اللعب للمنتخب المغربي أو منتخب إسبانيا أن مصير براهيم دياز سيحسم قريبا جدا، إما باللعب لصفوف المغرب أو اختيار اللعب لإسبانيا. وأشار المسؤول إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا ترغب في الدخول في مناوشات صحفية مع الصحافة الإسبانية التي تكتب باستمرار عن دياز قبل أن يحسم قراره
بشكل نهائي. وأكد ذات المسؤول أن دياز لاعب حر في اختيار المنتخب الذي يراه مناسبا بالنسبة له. وتحاول الصحافة الإسبانية الضغط أكثر على نجم ريال مدريد لاختيار اللعب للمنتخب اللاروخا عبر نشر العديد من المعطيات غير المؤكدة منها، والتي تفيد أن اللاعب بالفعل اختار اللعب لإسبانيا، وأن المنتخب الإسباني يستعد للمنافسة عليها خلال التجمع الإعدادي القادم والذي سيخوضه إسبانيا، ويلعب مباراتين ضد البرازيل وكولومبيا. ويأتي هذا في الوقت الذي جرى الحديث عن لقاء سري جمع بين وليد الركراكي وابراهيم دياز بمراكش، وهو ما نفاه مدرب المنتخب المغربي خلال لقاء تلفزيوني.